بيبدأ الفيلم بواحد اسمه جاك وهو بيفتح عربية علشان يسرقها، وشكله كده حرامي محترف ودي مش أول عملية يقوم بيها. والغريب إنه بيسرق بالنهار في حي مليان بكاميرات المراقبة بشكل مبالغ فيه، وده لو دل على حاجة يبقى بيدل إن أصحاب الحي ده اتعرضوا للسرقة أكتر من مرة، وعلشان كده واخدين احتياطاتهم بالشكل ده. المهم إن جاك قدر يفتح العربية بسهولة من غير ما حد يشوفه، ودخل يقلب اللي فيها وأولهم كان كاسة العربية. ولما ملقاش أي حاجة تانية ينفع ياخدها بيقرر يطلع من العربية، ولكن الصدمة إنه بيلاقي الباب ما بيفتحش وشكله كده اتحبس جواها. ومع ذلك بيجرب باقي الأبواب جايز واحد منهم يفتح، وللأسف مفيش فايدة. حتى محاولته لكسر إزاز العربية بتفشل هي كمان. وفي اللحظة دي جاك بيبدأ يبان عليه التوتر والانفعال، ولأن الحلول كلها خلصت بيجرب أي حاجة تيجي في دماغه يمكن تنجح معاه. وبالرغم من اللي هو فيه إلا إنه مركز مع الناس في الشارع علشان محدش يشوفه ويبلغ الشرطة. وفجأة بيفتكر شنطة المعدات الخاصة بتصليح العربية يمكن تساعده يكسر الإزاز علشان يخرج. وبعد محاولات كتير الإزاز حتى مش بيتخدش، فبيحاول يفك الأجزاء الداخلية من الباب علشان يوصل للقفل، ولكن من تسرعه إيده بتتجرح من الحديد، وعلشان كده بيستخدم حاجة معدن يكسر بيها الباب. بس طبعا الباب مش بيتأثر خالص لأنه مصفح. وبعد دقايق جاك بيكتشف إن العربية كلها مصفحة وأي محاولة منه هتكون على الفاضي، وبيضطر يلجأ للحل الأخير، وبحذر بيضرب نار على الإزاز، وللأسف الرصاصة بترد في رجله. وعلشان يوقف النزيف بيقلع التيشيرت بتاعه وبيربط رجله بيه. وفي اللحظة دي بتيجي واحدة تقف جنب العربية علشان تظبط مكياجها، والغريب إنها مش شايفة جاك ولا حتى سامعاه وهو بيستنجد بيها. فبيرجع تاني لتليفونه ولسه هيتصل بحد التليفون بيفصل شحن. وبيجي الليل وجاك مش قادر يتحمل ألم الجرح، وبينام في العربية لحد تاني يوم وهو على نفس الحال ده وما معهوش ولا نقطة مية. وبييأس من حاله فبيضطر يركب الكاسيت مرة تانية ويشغل أغاني علشان ينسى اللي هو فيه. وبعد دقايق بيحاول مرة تانية مع الباب علشان يكسر القفل، وفي اللحظة دي بيجيله اتصال من صاحب العربية، وبعد تردد من جاك بيرد عليه، وبيعرف ان صاحب العربية اسمه دكتور سام. وبيعرف جاك انه اتعرض للسرقة 28 مرة قبل كده، ومن حظ جاك الاسود انه رقم 29، وده لان سام قرر ينتقم من اي حرامي يفكر يسرقه، وعلشان كده هو اشترى العربية دي وخلاها مصيدة للحرامية. وطبعا في اللحظة اللي جاك دخل فيها العربية وصل لسام اشعار في الحال انه بيتعرض للسرقة، وقفل كل ابواب العربية علشان جاك ما يعرفش يهرب منها. وبيعرفوا ان العربية دي كلها مصفحة ما عدا تانك البنزين، يعني لو عاوز يخرج قدامه حل من الاتنين، يا يكسر تانك البنزين والعربية تنفجر، يا اما يعمل كل اللي هيقوله عليه لو عاوز يخرج بسلام. وبالنسبة للإزاز فهو معتم وكاتم للصوت ومضاد للرصاص، بمعنى اوضح انه معزول عن الشارع ومحدش يقدر يشوفه او يسمعه. وبعد الكلمتين دول جاك بيفقد اعصابه وبيغلط في سام علشان يخرجه، وبيهدده انه هيقتله هو وعيلته اول ما يخرج. ولكن سام ما بيهتمش بكلامه وبيعرفه انه مريض كانسر، وكده كده فاضل له ايام بسيطه ويموت، يعني مش فارقه كتير. ومن هنا جاك بيعرف انه وقع تحت ايد شخص مش هيرحمه. وبعد ثواني من المكالمه جاك بيلاقي تكييف العربيه اشتغل، فبيحس انه قادر يتنفس لان مفيش اي منفذ هوا عنده. والمشكله ان درجه الحراره بتبدا تقل، ولما بيحاول يعدلها العربيه مش بتستجيب لان سام هو الوحيد المتحكم فيها، وجاك ما بيقدرش يتحمل البروده بتاعه التكييف، فبيضطر ياخد التيشيرت اللي رابط بيه الجرح وبيلبسه تاني علشان يتدفى، وبيقطع قطعه من البنطلون وبيربط بيها رجله. ولما بيلاقي نفسه لسه بردان ما بيكونش قدامه حل غير انه يسد فتحات التهويه الموجوده في العربيه علشان يتدفى شويه، لدرجه انه بيتغطى بدواسات العربيه وبرضه مفيش فايده. وبعد شويه بيجيله اتصال من سام، وبيفضل يتكلم معاه بكل هدوء اعصاب، وبيحكي له موقف حصل مع بنته وهي في بيتها لما تعرضت للسرقه. ورغم ان الحراميه اخدوا كل فلوسها الا انهم فضلوا مهددينها بالسلاح هي وابنها علشان يسرقوا عربيتها. وبعد الموقف ده من خوفها باعت البيت وعاشت في ولايه تانية، وده اثر على سام ان بنته وحفيده بعدوا عنه، ومن يومها وهو عايش لوحده لان مراته ماتت من سنين. وجاك ما بيكونش سامع ولا كلمه منه بيلح عليه علشان يخرجه لانه هيموت من العطش. ولما بيلاقي الانفعال ما بيجيبش نتيجه بيعرف سام انه ندمان واتعلم من غلطته ومش هيسرق مره تانية، وبيترجاه يخرجه. ولكن سام ما بيرحمهوش وبيقفل المكالمه.
وبيقعد جاك يفكر مع نفسه هيتصرف ازاي في الورطة دي، وبالصدفة بتيجي عربية شرطة تركن قدامه وبينزل الضابط يعمل مخالفة لسام، وطبعا دي فرصة جاك الوحيدة اللي هتنجده حتى لو اخرتها حبس. وبيحاول بكل طاقته علشان يلفت انتباه الضابط بس للأسف من غير فايدة، وبيبدأ جاك يفقد الأمل في خروجه من العربية، والمشكلة انه لو ما ماتش من إصابته هيموت من الجوع والعطش. وفي تالت اتصال من سام بيبقى عاوز يعرف من جاك اسمه بالكامل ورقم الهوية بتاعته مقابل انه يسمح له يشرب، فبيوافق جاك وبدون تفكير بيقول له كل اللي هو عاوزه علشان يشرب. وبعد ما سام بياخد بياناته بيعرفه ان المية موجودة في خرطوم المساحات الخلفية للعربية، ومع انها مية مش صالحة للشرب نهائي بس جاك بيفضل انه يشربها احسن ما يموت. وبالليل بتبقى دي تاني ليلة لجاك يقضيها جوه العربية، وبيشوف قدامه الدليفري وهو جايب اكل لواحد من السكان، وده بيزود احساسه بالجوع اكتر. وتاني يوم الصبح بيحاول يكسر الباب على امل انه ينجح المرة دي، بس طبعا بيكون فقد كل طاقته وما بيقدرش يعمل حاجة، وده لان درجة حرارته عالية جدا بسبب الجرح اللي في رجله. ولما بيبلغ سام بكده اول ما بيتصل بيه سام بيطلب منه يوصف حالة الجرح علشان يساعده، ولكن بدل ما بيلحقه بيزود تعبه اكتر، وبيشغل التكييف تاني بس المرة دي بيعلي درجة الحرارة وبيخليها شبه الفرن. وساعتها جاك بيحس بالعطش اكتر من الاول وما بيبقاش قادر يستحمل الحر، وفي اللحظة دي بيعدي واحد من جنب العربية وبيشرب قدام جاك وبيزود عليه معاناته اكتر. ومع مرور الوقت طاقة جاك بتقل وما بيبقاش قادر حتى يتحرك من مكانه. والغريب انه ما بيطلبش من سام الخروج زي كل مرة لما بيتصل بيه. ولما سام بيفصل التكييف بعد شوية ساعتها بتيجي لجاك فكرة، وبيجيب كتالوج العربية وبيقرأه على امل انه يساعده في الخروج، ولكنه ما بيقدرش يركز خالص بسبب الجوع لان بقاله يومين ما اكلش اي حاجة، وده بيخليه يضطر ياكل ورقة من الكتالوج اللي معاه علشان يسد جوعه. وطبعا دي بتبقى اصعب لحظة بيمر بيها وبتأثر فيه جدا، وبيحاول يهون على نفسه الموقف ويشغل تفكيره باي حاجة علشان الوقت يعدي. وبعد شوية بيلاقي واحد جاي يسرق العربية، ولكن الحرامي ده حظه بيطلع حلو وواحد من الجيران بيمسكه، وكالعادة فضل يضرب فيه هو والناس اللي في الشارع لحد ما بتيجي الشرطة وبتنقذه من ايديهم. وحال جاك بيفضل زي ما هو ما اتغيرش، ومع ذلك بيبقى شايف ان الناس الاغنياء حلال فيهم السرقة، وده لانهم مش حاسين بالفقراء وممشيين العالم بالقوانين اللي تخدم مصالحهم وفي داهية الناس الفقيرة. لحد ما بيجي عليه الليل وبيبقى ده تالت يوم لجاك وهو لسه في العربية، والصبح بيبان عليه علامات الجفاف اكتر بسبب عدم شربه للمية. ولما سام بيتصل بيه كالعادة بيكمل باقي حكايته مع جرائم السرقة اللي مر بيها قبل كده، وجاك بيقطع كلامه وبيطلب منه يرحمه ويسيبه يخرج من العربية علشان هيموت من الجوع. وعلشان سام يهينه اكتر بيقوله لو عاوز تاكل في شوكولاتة واقعة ورا الفرامل، وبسرعة جاك بيجيبها وبعد ما بياكلها بيطلب منه مية علشان يشرب، ولكن سام ما بيهتمش لطلبه التاني وبيكمل في حكايته مع الحرامية. وعلى تابلو العربية جاك بيكون حاطط بطارية تليفونه قصاد الشمس بالظبط علشان يفتح تليفونه ويقدر يكلم اي حد ينجده. وبعد دقايق من مكالمة سام جاك بيكمل كسر في الباب لحد ما بيقدر يعمل فتحة صغيرة جدا، وبيبقى عنده امل ان اي حد ممكن يسمعه منها لو نده عليه، بس طبعا دي حاجة شبه مستحيلة لان الفتحة صغيرة جدا. وفي اللحظة دي سام بيتصل تاني علشان يبلغ جاك انه كان في بيته، وكمان قابل مراته وابنه على انه موظف في مسابقة اليانصيب، وان جاك شارك معاهم وكسب 100,000 دولار. ومن هنا جاك بيبدأ يقلق على عيلته من سام وبيبقى خايف انه يأذيهم بعد كده انتقاما منه. وبعد ما بينفعل عليه علشان يبعد عنهم بيترجوه وبيوعده انه هيعمل كل اللي هو عاوزه بس ما يأذيش اسرته. وسام بيطمنه انه مش هيقرب منهم، وبيقوله انه راح بس يديلهم فلوس علشان يقدروا يعيشوا كويس بعد موت جاك، وده لانه ما يستحقش يعيش بعد ما قتل شخص قبل كده. ولما جاك بينكر انه قتل حد سام بيفاجئه انه عارف كل حاجة لانه قدر يجمع كل المعلومات عن جاك من خلال بياناته اللي اخدها منه، فبيضطر جاك انه يقول الحقيقة طالما هو عارف كل حاجة، وبيفهمه ان الشخص ده كان سواق اتوبيس، وجاك هدده هو والركاب علشان يطلعوا كل اللي معاهم من غير مقاومة، ولكن السواق هاجمه وكان في ايده سكينة علشان يحمي الركاب، وبعد كده حصل بينهم اشتباك انتهى بموت السواق بالغلط. وبعد ما سام قدر يلعب بأعصابه كويس بيقفل المكالمة معاه، فبيشغل جاك تليفونه علشان يطمن على أسرته، وللأسف بيلاقي تليفون مراته مقفول. وبالليل جاك بيبقى شبه فاقد الوعي ومع ذلك بيحاول يدور العربية، والغريب انها فعلا بتدور، وده معناه ان سام موجود في مكان قريب منه علشان كده العربية دارت. وجاك بدون تفكير في اي تفاصيل دلوقتي فورا بيرجع بالعربية باقصى سرعة لحد ما بيخبط في عمود النور، وده بيساعده في الخروج من العربية، وبيمشي لحد ما بيوصل لسوبر ماركت جوه بنزينة على الطريق.
وبيدخل يجيب ميه واكل وبيقعد ياكل بشراهه كبيره جدا من شده الجوع، ولان شكله مبهدل بيلفت انتباه الامن وبيجي يطلب منه حساب الحاجات دي. ولما بيكرر كلامه اكتر من مره جاك ما بيترددش انه يخلص عليه، وفجاه بنكتشف ان كل ده كان حلم في العقل الباطن لجاك، وساعتها بياخد قرار يريحه لانه فقد الامل في الخروج. ولكن سام بيتصل في نفس اللحظة لما بيلاحظ ان جاك عاوز يعمل كده، ومع ذلك مش بيحاول يمنعه. واللي بيمنع جاك ان الرصاصة ما بتضربش بسبب الرطوبة بتاعة التكييف، يعني حتى الموت مش متاح بالنسبة له دلوقتي، وشكله هيفضل عايش في العذاب ده شوية. وفي اللحظة دي سام بيلاقي ان ده الوقت المناسب لمقابلة جاك شخصيا، واخيرا باب العربية بيتفتح وسام بيدخل علشان يتكلم معاه. واول حاجة بيعملها بياخد المسدس من جاك، ولسبب غير مفهوم بيعمر المسدس وبيسيبه قدامه على الطابلوه، جايز لانه شايف حالة جاك عاملة ازاي ومش قلقان منه، واحتمال تاني يكون ناوي يخلص هو عليه. المهم ان سام بتجيله مكالمة من حالة عنده اثناء كلامه معاها. جاك بيستغل انشغاله في الكلام وبيضربه بالنار، وبينزل بسرعة من العربية ولكنه مش بيقدر يجري، وعلشان كده سام بيقدر يمسكه بسهولة وبياخد منه المسدس وبيسحبه تاني للعربية. بس مع مقاومة جاك ليه بالصدفة شرطية بتشوفه وبتهدد سام علشان يسيبه، ولكنه ما بيستجيبش لكلامها، وده بيخلي الموضوع يكبر والناس اللي في الشارع بتتجمع، والصحافة بتنقل الأخبار في الحل لكل الناس في المدينة. وبكده الموضوع بياخد شكل تاني خالص عن الأول، وده لأن سام مصمم ينتقم من جاك ويعاقبه هو بمعرفته. ولما الشرطة بتلاقي الوضع وصل لكده بيضطروا يلجأوا لمفاوض متقاعد يجي يحل المشكلة دي، واللي بدوره هيحاول يقنع سام يسيب جاك علشان ياخد عقابه بالقانون. وبعد محاولات كتير من المتفاوض سام بيبقى لسه على موقفه ومقتنع بأفكاره هو بس، ومش راضي يسمع لحد، وده لان اي حرامي الشرطه بتقبض عليه يومين او 3 وبيخرج تاني، والمشكله بتفضل زي ما هي وما بتتحلش. ويوميا الناس بتتعرض للسرقه بسبب ثغرات في القانون، واللي الشرطه ما كانتش تتوقعه ان الناس اللي موجوده بتأيد كلام سام، وبيبقوا عايزين جاك يكون عبره لباقي الحراميه اللي ممكن تفكر تسرقهم بعد كده. وفي الاخر المفاوض بيستخدم اخر وسيله ضغط، وهي ان السمعه السيئه هتطارد اهله، وبيقول انه ما ينفعش يضيع مسيرته المهنيه بعد كل ده وفي الاخر يبقى قاتل، وبدل ما بنته وحفيده هيفتخروا بيه هيبقى بالنسبه لهم وصمه عار. وساعتها سام بيقتنع بالكلام ده لانه بيحب عيلته جدا وبيخاف عليهم، وفعلا بيسيب جاك للشرطه بس بيمسك تايمر في ايده وبيركب العربيه تاني بس لوحده وبيسيب التايمر بره. وفورا المفاوض بيفهم ان سام هيفجر العربيه وبيأمر الناس تبعد بسرعه، وبعد ثواني العربيه فعلا بتنفجر، وجاك بيبقى مقبوض عليه بتهمه السرقه اللي الناس هتفضل فاكراها على انها افشل محاوله سرقه في التاريخ. وبالنسبه لسام فمحدش بيصدق ان دي تكون نهايته، لانه دكتور ناجح جدا في شغله وقرر يضحي بكل ده علشان يغير الواقع. والصدمه ان بعد ساعات بسيطه بيصدر امر بالافراج عن جاك، واللي حصل ده بيعمل ضجه كبيره في الرأي العام. ومهما عدى الوقت الناس هتفتكر حكايه الدكتور اللي نهى حياته بعد ما حبس حرامي في عربيته زي الفيران وعلمه الادب. وبسبب سلبيه الحكومه والقانون الحرامي هيفضل حرامي، والغني هيفضل فريسه سهله لو ما قدرش يحمي نفسه بنفسه. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناه، وسلام.